سمعتوا الصوت ده؟ هنعمل النهاردة مع بعض أكلة خرافية، وهي المبكبكة الليبي باللحمة. أكلة سهلة وسريعة جدا، في حلة واحدة هنعمل الغدا النهاردة. يعني كل المكونات بتاعتها بسيطة جدا. لو عندك شوية لحمة ومكرونة، خلاص الغدا جاهز يا ولاد، من غير وقت ولا تفكير. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وما تنسيش تعملي لايك وشير كتير، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بالمقادير بتاعتنا على طول. أول حاجة هنستخدم حلة كبيرة تكون واسعة كده علشان المكرونة واللحمة ياخدوا راحتهم في التسوية. هنزل بشوية زيت كده كويسين، هيسخنوا معايا هنا كيلو من اللحمة المتقطعة قطع كبيرة. في طريقتين، ممكن تستخدمي قطع صغيرة على قد القطمة، وممكن تستخدمي القطع الكبيرة، وهم في ليبيا بيعملوها قطع كبيرة بيسموها هبرة تقريبا كده. هاشوّح اللحمة بتاعتي دي كويس جدًا، مش هاقلّبها ولا هاجي جنبها خالص لغاية ما تاخد لون من تحت، علشان ما تلزقش في الحلة وتتقطّع منّي وتتفرفت. أنا هادّيها تحميرة كويسة كده علشان لونها يغيّر معايا. زي ما قُلت لِك مش هاقرّب منها غير لمّا أتأكد إن هي خدت لون. طبعًا في الوقت ده أنا شغّالة على نار عالية جدًا، لازم الحرارة تكون عالية علشان اللحمة ما تنزّلش مَيّتها وتغيّر لونها، يبقى إيه، عارفين اللون اللي هو مش مستوي أوي ده؟ لأ، أنا عايزاها تتحمّر معايا. خلاص هي حسّيت إن هي بدأت تطلع كده، هابتدي بقى أطلّعها من الحلة وأقلّبها كويس علشان تتحمّر من الناحية التانية. لازم تكون النار عالية، وكمية الزيت كمية حلوة كده محترمة، علشان هنكمّل كل الوصفة في نفس الحلة، من غير بقى مواعين كتير. زي ما أنتم عارفين يعني كُلّنا ما بنحبّش المواعين الكتير. كده خلاص أخدت لون معايا وبقت زي الفل وحمّرتها كويس. هننزل بالتوابل بتاعتنا، فلفل أسمر وتوابل لحمة وورق لورا وحبهان وكام واحدة كوبيبة صيني. مش هانزل بالملح دلوقتي خالص، علشان طبعًا زي ما أنتم عارفين إن الملح بيبطّئ التسوية وبيخلّي الموضوع ياخد وقت. معايا هنا بصلتين متقطّعين مكعبات صغيّرة، عارفين التقطيعة بتاع المحشي؟ زيّها كده بالضبط، أي تقطيعة تحبّيها، حتى لو عايزة تعمليها جوليان تنفع برضه. أنا مستخدمة كيلو لحمة، فكنت مجهّزة بصلتين كبار ومقطّعاهم. لو أنتِ هتستخدمي نُص كيلو لحمة ليهم بصلة واحدة. هاشوّح بقى البصل كويس جدًا مع اللحمة، ولمّا أحس كده إن هو خلاص طِرى ولونه غيّر، هابتدي في الوقت ده أضيف معلقتين كبار من صلصة الطماطم الجاهزة. بصراحة أنا باحب أضيف معلقتين صلصة كده في الأول، علشان يتسبّكوا مع اللحمة والريحة بتاعتهم تطلع. الطعم بصراحة بيكون مختلف جدًا. الأكلة دي طبعًا الحصان الأسود ليها والمكون الرئيسي هو الطماطم، بس صدقيني لمّا هنضيف معلقتين كبار من الصلصة، التيست بتاعها بيروح في حتة تانية. طبعًا المبكبكة الليبي بتكون spicy، هانزل ب2 فلفلة spicy كده علشان تضبّط الأكلة بتاعتنا. لو أنتم بقى مش عندِك أطفال أو حاجة، زوّدي شوية شطة كمان بتودّي طعمها في حتة تانية. كل ده أنا باشوّح على، يعني ما ضفتش أي سوائل. في الوقت ده هاكون مجهّزة شفشق من الطماطم، في حوالي كيلو إلا ربع من الطماطم متصفية ومضروبة كويس جدًا في الخلاط، وصفيتها من أي قشر فيها علشان مش عايزة يكون فيها أي قشور خالص وهي بتستوي. هنا هاضيف مكعب مرقة وخلاص، هاقلب كده واغطيها واسيبها تكمل السوا بتاعها. بس طبعًا طول الوقت هتفتحي عليها وتشوفيها وتقلبيها تقلبتين كده وتشوفي. لو حسيتِ المَيّة قلِّت وهي لسه ما استوِتش، هتزوّدي شوية مَيّة مغلية من الغلاية أو الكاتل، وهتغطّي عليها وتسيبيها تكمّل سواها. أنا هنا أول ما بتغلي معايا غلوتين باخلّي النار هادية. في الأول زي ما أنتم عارفين النار كانت عالية، وضِفت معلقة صغيّرة من السُكّر علشان الحموضة بتاع الصلصة، لإن إحنا طبعًا مستخدمين كمية طماطم كتير. هاغطّيها واسيبها تكمّل سواها. شوية برضه وهاشوفها تاني، حسيت المَيّة بتاعتها قلّت خالص، وحاسة برضه إن اللحمة لسه جامدة. في الوقت ده طبعًا اللحمة كانت لسه ما استوِتش معايا، هاضطر إن أنا أزوِّد شوية مَيّة مغليين كده من الكاتل علشان تكمّل سواها. أخدت معايا تسوية قد إيه على البوتاجاز؟ أخدت ساعة بالضبط. طبعًا ده يرجع لقطعية اللحمة اللي أنتِ مستخدماها ونوعها وكل الحاجات دي، بتاخد من ساعة لساعة ونُص. إحنا عايزين اللحمة تكون دايبة دوبان، ما تستعجليش عليها. خلاص هي استوت معايا وبقت زي الفل، هابتدي أملّحها. نزلت بمعلقتين صغيّرين من الملح وهاقلّبها
تقليبة كده وهاسيبها تغلي غلوتين بالضبط، وبعدين هنضيف بقية المكونات. لو وصلتِ معايا لحد هنا فأنتِ محظوظة جدًا. روحي اعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو زيِّك وقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد. هانزل بقى بكيسين من المكرونة اللي هو 400 جرام، المفروض إن النوع المستخدم في المبكبكة هي المكرونة المرمرية الصغيرة. أنا ما كانش متوفر غير اللي هي المكرونة الصغيرة اللي هي شبه الهلال كده بيسموها الهلالية. هتضبطي بقى مستوى المَيّة تكون عاملة إزاي، المَيّة هتكون مغطية المكرونة واللحمة. أنا هنا المَيّة كانت قليلة شوية، هازوّد شوية مَيّة مغليين كده في الكاتل بتاعي وهاغطيها واسيبها تكمّل سواها. طول الوقت هتبُصّي عليها وتاخدي بالِك وأنتِ بتقلّبي علشان المكرونة ما تتكسّرش. المكرونة هتطلع تحفة، بصراحة من أحلى الأكلات اللي أنتِ ممكن تجرّبيها. المكرونة بتشرب من الصوص بتاع اللحمة وصوص الطماطم، كلّه مع بعضه ما شاء الله بتبقى حلوة جدًا. هاغطّيها بقى واسيبها تستوي، بس كل شوية هتدّيها تقليبة كده بالراحة علشان أحيانًا بتلزق في أرضية الحلة، ممكن تكون عايزة شوية مَيّة، عينِك عليها، يعني مش تغطّيها وتسيبيها بقى وتنسيها. بتاخد وقت في التسوية قد إيه؟ من 10 ل15 دقيقة بالكتير أوي. لو أنتِ ضابطة كمية المَيّة وضابطة درجة حرارة السِوَى، هي بتاخد من 10 ل15 دقيقة، مش أكتر من كده. شايفين المَيّة لسه زي ما هي تعتبر المكرونة بدأ حجمها يزيد، بس في نفس الوقت لسه ما استوِتش. كل شوية هافتح الغطا وهاقلِّب تقليبتين وهاخلّيها تتغطى تاني وتكمّل سِوَى. أخدت منّي بالضبط 15 دقيقة. خلاص هنا استوت وبقت زي الفل، أخدت 15 دقيقة بالضبط. تعالوا بقى اسمعوا معايا الصوت الجميل اللي كلنا بنحبه. بجد مزيكا، أحلى أكلة وأسرع أكلة وأكلة مش بتاخد وقفة كتير في المطبخ. زي ما قُلنا في حلة واحدة، شايفين ما شاء الله لونها أحمر جدًا والصوص مضبوط بالضبط، ومن الأكلات اللي بتتغرف وتتاكل على طول. لازم تتاكل سخنة علشان تحسي كده بحلاوة الصوص بتاعها. اللحمة كانت دايبة دوبان. هنشوف كده دلوقتي مع بعض ازاي اللحمة كانت مستوية على الآخر. لازم تسوي اللحمة الأول كويس جدا وتأخري في ان انتي تحطي الملح. ما شاء الله كانت حلوة جدًا وزي الفل، كانت تجنن بجد واللحمة دايبة دوبان. إحنا كده خلصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، هاستنى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسيش تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات وتكتبي لي كومنت حلو زيِّك. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.